شوفوا معايا التدخل الامني اللي كان مع 10 الصباح. حد السؤال. هاد لاباراي مزيانه. تخيل معايا تقدر انك تسمع بها الصوت واخا يهضر معاك الواحد غير بشويه، غتسمعوا اش كيقول وبدقه عاليه. هذيك القضيه ديال شنو قلتي ما سمعتكش، ما غاديش تبقى تسمعها من عنده في الدار. كتجينا لاباراي ديالنا بالسيستم ديالها اللي ساهل بزاف. شحال هادي كانوا لي زاباراي قدام معقدين بزاف، كنتي كتلقى فيهم ازرار كثيره بزاف وخاصك ضروري تريقلها ليه كل مره لا بغى يستخدمها. ركب طلع الساروت ديالها وها هي خدامه في الودن، فيها الزائد والناقص، كتحكم بها على حسب درجه السمع اللي بغى يسمع بها هو. الا كان عنده نقص حاد راه كيزيد فيها مزيان، اما الا كان عنده غير شويه راه كيقدر ينقص فيها. راه بالتجربه الاخوان، انا هذه غير حطيتها في ودني وعرفت كيفاش كتخدم مزيان. راه كتجبد الاصوات بواحد الدقه اللي هي عاليه، اللي قريب واللي بعيد كتسمعوا. يعني الا غير زدتي فيها راه تقدر تسمع حتى الاصوات اللي على برا في الشارع، حيت مخدومه بتقنيات عاليه. شي تكون حدايا مثلا، تكون كتهضر غير بشويه نسمع بحال كتهضر بالشاد. لاباراي الخوت على حسابي مضمونه، شي حاجه ومضمونه وشي حاجه اللي كاليتي مزيانه. شنو هو الحوايج اللي تقدر تفاداهم باش تبقى لاباراي ديما امارش وديما مزيانه؟ حاول يديك ما يكونوش فيهم الماء. ثاني حاجه حاول تجنبها من الصدمات، ساليتي منها حطها في البواطه ديالها، سد عليها، ومن تبغي تستعملها كذلك تحطها في الودن ديالك، سالي من الاستعمال ديالها كديرها في البواطه ديالها وغتبقى عندك لاباراي خدامه امارش. الا بغيتو ديروا لا كوموند ديالكم ما عليكم الا تواصلوا معنا في الواتساب وغتوصل لكم لا كوموند ديالكم حتى للدار.